السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هشرح أداة نسخ سيرفرات ديسكورد. مش أنا اللي عاملها طبعا. جايبها، مش فاكر كنت جايبها منين. بس الأداة دي سهلة وبسيطة وحلوة جدا. هتلاقوا الأداة دي موجودة في سيرفر ديسكورد بتاعي هنا. هسيبلكوا في التعليقات، هتخش على الداونلودز هنا هتلاقيها هنا مخصوصا. هنزلك بعد الفيديو على طول لما الفيديو يخلص. تمام. طبعا بعد ما تنزل الأداة هتضطر تروح يعني تعمل اكستراكت هنا. انت هتدوس هنا هتحمل الحاجات الموجودة هنا. بعد كده هتفتح الأداة. بعد ما تفتحها هتروح تجيب التيكت بتاع حسابك. وعشان تجيب التيكت بتاع حسابك في الديسكورد محتاج هنا هيفتح لك على هتدوس F12 عشان تفتح الديفلوبر. مش فاكر اسمها ايه الصح صراحة، بس هتفتح هنا كام حاجة هنا. بعد ما تفتحها هتدوس على مرتبس. تمام. هتدوس على ابلكيشن، هتخش هنا على اللوكال ستورج، هتفتحها من هنا كده. تمام. هننزل ممكن ما تنزلش تكتب توكن هنا، هتدوس على دي. تمام. هتتسخن التوكن هنا، هتتسخن هنا. وطبعا مش هيحصل اي حاجه لحسابك، هو مش هيخش في حسابك طبعا. هو كل اللي هو هيعمله بس هيشوف الثروات اللي موجوده جوه حسابك عشان يقدر يشتغل عليها البوت او الاداه. هتحط التوكن بتاعك هنا. بعد ما تحط التوكن بتاعك هتروح مثلا على اي سيرفر انت عايز تعمل كوبي. انا مثلا عايز اعمل كوبي للسيرفر ده سيليستر باوندريز. هدوس هنا، هحط الاي دي بتاعها. وعشان تجيب الاي دي بتاعه هتروح على settings، تنزل هنا advanced، تشغل الديفلوبر مود. هتروح هنا تسكوبي سيرفر اي دي بس كده. بعد كده تكون جبته. هتروح السيرفر اللي انت عايز تحط فيه الحاجة. مثلا انا هروح اعمل سيرفر جديد create. تمام. بعد ما تعمل create هروح ادوس كوبي سيرفر اي دي. وطبعا هنا كمان هيسحب لك كل الرولات، هيسحب يعني كل البيرميشنز بتاعت الرولات، كل حاجة حتى الرومات المخفية هيحط لك كل حاجة في السيرفر. مش هيسيب لك حاجة، بس طبعا مش هيقدر يسحب المسجات. وبس يعني من هنا لو دخلت دلوقتي بيحط لي الرولات، حط لي كل الرولات دي، كل الرولات اللي موجودة في السيرفر. ولسه بيكمل كمان. المفروض انا كده خلص وبدأ في التشانلات. لما يخلص هبقى ارجع لك تاني عشان تشوفوا النتيجة. تمام. زي ما انتوا كده هنا شايفين هو خلص كل حاجة هنا اتحطت، كل حاجة في السيرفر اتسحبت. تمام. ده السيرفر بتاعنا، حتى اللوجو اهو. ده السيرفر بتاعنا، ده السيرفر بتاعهم اهو. مش كله طبعا الرولات بسبب هو سحب كل الرومات هنا. طبعا انت هتشوفها هنا اكتر بسبب ان هنا الرومات كان في هنا رومات مخفية ما تقدروش تشوفوها. وطبعا بسبب انا بسحب كل حاجة فسحبت حرفيا الرومات المخفية برضو. وبس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.